على جزء. جمله مره عن الصراع في علم النفس بتقول اسمع كتير، يعني ان احنا نسمع لما يكون في صراع زي ما حضرتك بتقول، نتحدث جميعا ونسمع جميعا. بالظبط. كلنا نسمع وكلنا نتكلم عشان ما يحصلش الديبيت والصراع والمواجهه احيانا بيكون في الصراع مش بس ابقى عارف انا عايز ايه، مهم ابقى عارف هو عايز ايه كمان عشان نقدر نتفاوض في ونقدر المؤسسات والشركات والفلوس والمصالح. يعني خلينا نقول كمان على مستوى المصالح، ما بتكلمش انا على صراع بين الراجل والست والاب وابنه، بتكلم على صراع بيبقى حاجات عنيفه، منصب، بيتصارعوا على منصب، بيتصارعوا على فلوس، بيتصارعوا على الرانك بتاعهم في الشركه، المنافسه في حد ذاتها دي نتعامل معاها بشكل ايجابي ازاي؟ ينفع نطبق عليها حاجه من دي؟ والله في بعض الناس عندهم قدرة على الصراع أكتر من التانية، قدرة على تحمل الصراع. ناس بتحب الأجواء دي، تحب إن هو يبقى في منافسة وأنا هغلب فلان وههزم فلان وهنتصر عليه وهعمل مش عارف هعلم عليه ومش عارف إيه. في واحد تاني لا، يحس إن هو لا، أنا عايز بيئة تكون فيها تعاون، فيها نوع من الانسجام ما بيننا وبين بعض، من نوع من التناغم عشان في هدف مشترك كلنا نحققه.